تخيل لو في نظام يقدر يتوقع مستقبلك ويراقب كل حركة بتعملها وبيفهمك أكتر من نفسك. ده مش خيال علمي، ده الديب سيك. تكنولوجيا بتغير شكل العالم وبتخلينا نسأل احنا اللي بنستخدم الذكاء الاصطناعي ولا هو اللي بيستخدمنا. ديب سيك هو مش مجرد ذكاء اصطناعي عادي، هو بنية معقدة بتعتمد على تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ والتعلم العميق السلوكي. وعشان ما تتوهوش مني، البيانات الضخمة وهي البيج داتا، والتعلم العميق السلوكي وهو الديب ليرنينج. النظام ده بيجمع بيانات من مصادر غير محدودة، سوشيال ميديا، سجلات بحثك، وحتى طريقة تفاعلك مع الأجهزة الذكية. الفكرة مش بس تجميع معلومات، ده بيفهم الأنماط وبيحللها. ديب سيك وبيخلق نماذج تنبؤية بتتطور ذاتيا. تعالوا اقول لكم تستخدموا الديب سيك ازاي. تخيل معايا ان الديب سيك عامل زي شبكة عناكب رقمية ضخمة، كل خيط في الشبكة دي هو مصدر بيانات، رسائل، منشورات، مكالمات، وحتى نبرة صوتك. النظام بيستخدم خوارزميات معقدة جدا، تحليل البيانات الضخمة، البيج داتا اناليتكس، الشبكات العصبية الاصطناعية، نيورال نتوركس، التعلم العميق، ديب ليرنينج مودلز. وده بيمكنه من قراءة الأنماط السلوكية وتوقع تصرفات الأشخاص والشركات وحتى الحكومات. ليه الديب سيك خطير ومثير للجدل؟ المشكلة مش في قوة الديب سيك، المشكلة في كيفية استخدامه. هل هو مجرد أداة لتطوير الأعمال وتحسين الخدمات، ولا وسيلة جديدة للسيطرة على العقول وانتهاك الخصوصية؟ في بعض الدول بيستخدموه لمراقبة سلوك السكان والتنبؤ بالجرائم قبل حدوثها، وشركات بتعتمد عليه لتحليل سلوك المستهلكين بطريقة تتجاوز مجرد معرفة اهتماماتك وبتدخل في أعماق تفاصيل حياتك. وده بياخدنا للسؤال الأهم، فين حدود التكنولوجيا واحنا فين من الخصوصية؟ تفتكروا المستقبل بين ايدين الديب سيك؟ الديب سيك مش مجرد تقنية ولا علامة على مستقبل معقد، احنا بنعيش في عصر البيانات والمعلومات، والمعلومة فيه مش بس قوة، دي سلاح. هل احنا مستعدين لمستقبل بتتحكم فيه الخوارزميات، ولا لسه فاكرين اننا المسيطرين؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنت، وهل انتوا شايفين الديب سيك هو بداية عصر جديد من الذكاء، ولا خطر بيهدد حرية الإنسان؟